تتبيلة سريعة يكون طعمها تحفة. النهاردة هعمل معاكم الفراخ بصوص الزبادي بالليمون، خطير قوي. وصفة سهلة والتتبيلة بتاعتها واضحة جدا وطعمها حلو قوي بجد، هتدمنوها وهتعملوها وسريعة، مش محتاجة ان هي تتبل قبلها بكام يوم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، هنزل عليها بالبصل جوليان وهفضل اقلب فيه لحد ما يصفر معايا، يدوب بس لونه يبقى دهبي فاتح خالص. اول ما بيصفر معايا كده وتنيني افضل اقلب فيه كده، ولازم تكون المادة الدهنية سخنة علشان تسهل معاكي او تسرع معاكي عملية طهي البصل. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب باستمرار، وهنزل بالفلفل المتقطع مكعبات او مفروم زي ما انت عايز تفرمي الفلفل في الكبة مفيش مشكلة. انا استخدمت او استكفيت بس بالفلفل الاخضر. حطيت الفلفل الاخضر وفضلت ان انا اشوح فيه كده، وبعد كده هنزل، بعد ما بنزل بالفلفل بفضل اقلب في قلب البصل برضو لحد ما يدبل معايا ولونه يصفر حاجة بسيطة. هفضل ان انا اقلب الفلفل بالبصل، وهنزل بفصين التوم، وبرضو افضل اشوح في كل دوت. وبعديها هنزل بالفراخ، الفراخ مغسولة وكانت منقوعة في محلول النقع. وكمان هبدأ ان انا اصفيها من المية تماما، اشطفها واصفيها واحطها في قلب الصينية بتاعتي. اول ما بتتشوح معايا حاجة بسيطة كده بنزل عليها بالتتبيلة، التوابل يعني، عبارة عن رشة كاري ورشة كركم ورشة فلفل اسود ورشة 7 بهارات، بس مش اكتر، ما حطيتش حاجة اكتر من كده. وطبعا الملح حسب الرغبة. ببدأ ان انا ارش كده التوابل على الفراخ من الاتجاه، من الجنبين يعني. هقلب الفراخ على الوش ده وارجع احطها على الوش دوت، وهشيلها. ليه هشيلها؟ لاني انا عايزة الطماطم اللي انا هقطعها ان انا هحطها دلوقتي تتسبك معايا او تستوي معايا، فتنزل المية بتاعتها وتعمل صوص كده بالصلصة. تمام. بفضل ان انا اقلب في الفراخ بالبصل بالثوم بالفلفل بكل التوابل المحطوطه دي يمين وشمال كده لمده 10 دقايق، وهشيلها على طول احطها في طبق جانبي. وهبدا ان انا انزل بالطماطم اللي متقطعه مكعبات، انا بدات اشيلها اهو، هحطها في طبق جانبي وهنزل بالطماطم. وصفه سهله وسريعه والتتبيله بتاعتها واضحه جدا. وبجد لو عندك ضيوف وعايزه تعملي طعم فراخ مميز وطعم التتبيله تكون باينه فيه ومش متبلاها قبلها بليله ولا حاجه، تقدري تعملي الوصفه دي، سهله وسريعه وكمان طعمها هيعجبكم قوي. هنزل بالطماطم اللي متقطعه مكعبات، وانا شايله البذر من الطماطم يعني اللحم بس. وهبدأ ان انا اقلب كده، وبعدين اغطيها لمدة 10 دقايق. الطماطم هتدبل معايا وتنزل الصوص ويبقى عاملة زي صوص الطماطم كده زي كأنك حاطة صلصة. وبعد كده بعد 10 دقايق هنزل بعلبة الزبادي وافضل اقلب. وانا بنزل بعلبة الزبادي وبقلب هنزل بنص عصير ليمونة. طعم الليمون مع الفراخ بيديه طراوة كده في الفراخ وطعم تحفة قوي. هبدأ بقى ان انا اقلب كل ده مع بعضه، وهنزل بنص عصير الليمون. هقلب وانزل بالفراخ، الفراخ اللي انا شلتها في جنب من شويه هبدا انزل عليها بالصوص ده، وهنزل بكوبايتين ميه مغليين. ادوب بس الزبادي خالص مع الصوص والتوابل ريحه اصلا مش قادره اقول لكم على الريحه، والليمون طالع كده في طعم الفراخ، يا وعدي عليه تحفه. هنزل كده بالفراخ على الصوص اللي عندي، و هتنزلوا بكوبايتين ميه مغليه، ميه سخنه، علشان يبدأ ان هو الصوص ده يبقى الفراخ يخليها جوسي وواخدة من طعم الصوص اللي عندي. هغطي عليها، واول ما تغلي او تخش في الغليان هبدأ ان انا اوطي عليها واسيبها تستوي بقى لحد ما الفراخ بتاعتي تستوي تمام. عايزة تدخلها في تحت الشواية تاخد لون، مفيش مشكلة. مش عايزة خلاص انا خليتها زي ما هي، عملت جنبها شوية رز ابيض. والله طعم الصوص يا جماعة في حتة تانية خالص، الصوص طعمه تحفة قوي. والتتبيله باينه في طعم الفراخ قوي. الزبادي بالليمون بصراحه، لو عندك لبن رايب تقدري تستخدميه برضو لو ما عندك الزبادي، حلو قوي. يلا بينا بقى ندوق كده ونشوف الطعم عامل ازاي. هتدعولي بعد الوصفه دي وهتجربوها وهتبقوا اساتذه فيها، لانها بجد سهله، ما بتاخدش وقت، ما فيهاش تكاليف كتير قوي.